أهلا بيكم معانا النهاردة. هنتكلم عن موضوع شيق قوي، تركيبات العطور الكبيرة وإزاي بنقدر نفهمها دلوقتي. أهلا بيكي. هو الموضوع ده مهم فعلا. زمان كانت التركيبات دي سرية جدا زي أسرار حربية كده، لكن دلوقتي مع التكنولوجيا الوضع اختلف. بالظبط. التكنولوجيا زي تحليل GCMS ده فتح لنا مجال نشوف حاجات كتير. هو ده اللي هنعمله النهاردة، هنحاول نفهم سوا إزاي العطور دي بتتعامل، إيه أشهر عائلاتها وسر نجاحها إيه. هناخد أمثلة زي لير دوتان وشانيل نمبر 5. تمام. بس مهم برضو نوضح إن التحليل ده بيدينا المكونات القايمة بتاعتها، طبعا. لكن الروح بقى الفن، الفكرة الأصلية بتاعت العطار دي بيفضل فيها حتة غامضة شوية. أكيد لمسة الإبداع دي أساسية. والمصادر كمان اللي بنبص عليها بتركز أكتر على العطور النسائية وعائلاتها الأساسية. تمام. وكمان لازم ناخد بالنا إن في فرق بين تركيز العطر نفسه اللي هو الإكسترا وبين النسح الأخف زي الأو دي تواليت، والتركيبات نفسها بتتغير. بتتغير إزاي مع الوقت أيوة، مع الوقت أو حسب الإصدار، أو لو في مواد اتمنعت مثلا. فالهدف مش إننا نجيب التركيبة الأصلية بالملي، قد ما نفهم الأسلوب، المواد المستخدمة، الفكرة العامة. فهمتك. طيب نبدأ من الأول، حتة تطور التحليل دي إزاي اتنقلنا من السرية دي للوضع الحالي؟ بصي، النقلة الكبيرة كانت زي ما قلتي بسبب الاعتماد على التحليل الكيميائي GCMS. ده بيدينا صورة دقيقة جدا، شبه كاملة للمكونات. طبيعية وصناعية. أيوة، الاتنين. طبعا هو مش بيكشف نية العطار أو اللمسة الفنية بتاعته بالظبط، بس هو خريطة طريق ممتازة لأي حد خبير عشان يعرف يبني العطر من تاني أو يفهمه بعمق. بس ده ما يخليش الموضوع علم أكتر منه فن؟ التحليل ده مش بيقلل من الإبداع؟ سؤال حلو. هو أكيد بيسهل شوية فكرة الهندسة العكسية للعطور، ممكن حد يقلد أسهل، آه. لكن الإبداع لسه مطلوب طبعا. مطلوب في ابتكار أفكار جديدة خالص، أو حتى في استخدام نفس المواد دي بطرق مختلفة، طرق مبتكرة. هو في الآخر أداة قوية، لكن مش بديل للفن أبدا. تمام. وبالنسبة لبنية العطر نفسه، لسه في فكرة النوتات العليا والوسطى والقاعدة دي؟ أيوة، خصوصا في العطور الكلاسيكية. الهرم العطري ده لسه أساسي. نوتات عليا منعشة في الأول تروح بسرعة، وبعدين قلب العطر اللي هو غالبا بيكون زهري، وبعدين القاعدة اللي بتثبت وبتدوم أطول زي الأخشاب والمسك والفانيليا. والعطور بنقسمها لعائلات صح؟ حسب المكونات المسيطرة. بالظبط كده، زي مثلا عائلة الأزهار الصاليسيلاتية. ودي أشهر مثال ليها لير دوتان بتاع نينا ريتشي من سنة 48، ده كان عطر أيقوني. فعلا، وهو يعتبر بسيط نسبيا في تركيبه الأساسي، لو بصينا على الهيكل بتاعه. إزاي؟ هو بيعتمد بشكل كبير على التناغم بين مادتين أساسيتين، بنزيل ساليسيلات، ودي بتدي إحساس زهري دافي شوية، والأوجينول. الأوجينول ده اللي ريحته شبه القرنفل؟ تماما، هو ده اللي مدي للعطر الطابع القرنفلي المميز بتاعه. القاعدة بقى فيها لمسات خشبية زي مادة الميثايل أيونون اللي بتدي إحساس بودري بنفسجي، ومعاها ماسك. والمكونات الطبيعية زي الياسمين والورد دورها إيه هنا؟ دي بقى بتضيف الثراء والعمق والتعقيد للمزيج الأساسي ده، بتخلي الريحة أغنى وأكثر طبيعية. ولو قرناه بعطر تاني من نفس العيلة بس أحدث زي فيجي مثلا بتاع سنة 66، إيه اللي اختلف؟ فيجي حصل فيه تطورات واضحة. أولاً، دخلت مواد صناعية أحدث مكان بعض المواد القديمة، زي إيه؟ زي مثلاً السيستري هيكسينيل ساليسيلات. ده بيدي لمسة خطرة منعشة في الأول. ومادة زي لايرال ريحتها قريبة لزنبق الوادي. ومادة زي فيرتوفيكس بتدي إحساس خشبي عنبري نضيف كده. الطابع العام اتغير شوية، ما بقاش القرنفل هو المسيطر زي فلير دوتان. بالظبط، الطابع اتحول أكتر ناحية الأخضر والزهور البيضة زي الياسمين وزنبق الوادي، مع لمسة خشبية أوضح. ده طبعا مش بس تطور في الخامات المتاحة، ده كمان تغيير في الذوق العام في الفترة دي. منطقي جدا. وده بيورينا إزاي الهيكل الأساسي للعطر ممكن يفضل قريب، لكن المكونات نفسها بتتغير وبتتطور. وما ننساش كمان أهمية المكونات اللي بتتحط بكميات صغيرة جدا. زي إيه بتعمل إيه دي؟ زي مثلا لمسة فانيليا خفيفة قوي، أو بودرة جذر السوسن الأورس دي ممكن تضيف أناقة ونعومة ولمسة نهائية فخمة للعطر كله، بتفرق في الفينش. جميل قوي. طب ننقل على عيلة تانية بقى برضو عملت ثورة وقتها، الأزهار الألدهيدية، وهنا لازم نتكلم عن شانيل نمبر 5.
سنة 1921. يا شانيل نمبر 5 ده خاصة لوحده. استخدام الألدهيدات الأليفاتية بالنسب دي وقتها حوالي 1%. ده كان جنان أكيد؟ كانت خطوة جريئة جدا محدش عملها قبل كده بالنسب دي. الألدهيدات دي مواد ليها ريحة مميزة قوي، ساعات توصف إنها شمعية أو زي الصابون الفاخر النظيف أو ليها بريق كده. طب والتركيبة بتاعته كانت إيه غير الألدهيدات؟ كانت مزيج من الألدهيدات دي مع قلب زهري غني جدا، في يلانج يلانج، ورد، ياسمين، والقاعدة بتاعته كانت قوية برضو، فيها خشب صندل وفيتيفر وأنواع مسك كانت مستخدمة وقتها زي النايترو مسك وعنبر، مع لمسة بودرية حلوة جاية من الفانيليا والكومارين. تركيبة معقدة وغنية. جدا. وشوفنا العيلة دي بتتطور بعد كده. أيوة، زي مدام روشاس سنة 60 وكالندر سنة 68. إيه الجديد اللي ظهر فيهم؟ بصي، الاتجاه راح أكتر ناحية استخدام المواد الصناعية. النوتات الزهرية نفسها اتطورت، يعني مدام روشاس مثلا كان فيه نوتة زنبق الوادي أوضح شوية. وكالندر؟ كالندر ده كان فيه طابع ورد مختلف، بيقولوا عليه معدني شوية، وده كان بسبب استخدام مواد زي أكسيد الورد. وكمان دخلت مواد جديدة مؤثرة جدا زي الهايديون. الهايديون ده سمعت عنه كتير. الهايديون ده بقى مكون أساسي في عطور كتير جدا بعد كده، بيدي إحساس زهري شفاف ومشرق شبه الياسمين بس أخف وأنقى. عمل نقلة كبيرة في العطور الزهرية. وبعدين وصلنا لعطور زي وايت لينن بتاع 1978 اللي بيقولوا عليه بداية اتجاه تاني خالص، العطور الأحادية الكتلة دي. وايت لينن فعلا مثال واضح قوي للبداية ده. بيعتمد بشكل كبير جدا، يعني نسب ضخمة قوي، على عدد قليل من المكونات الصناعية القوية واللي بتدوم طويل قوي. زي إيه بالنسب مثلا؟ يعني بنتكلم مثلا عن حوالي 20% من مادة اسمها فيرتوفيكس، دي بتدي إحساس خشبي نظيف بديل للفيتيفر، وحوالي 20% برضو من مادة اسمها جالاكسولايد، ده نوع مسك صناعي قوي وناعم جدا. 20% و20%، دي نسب ضخمة. أيوة، يعني تقريبا أكتر من تلت التركيبة قايم على المادتين دول لوحدهم، ومعاهم طبعا الهيديون والهيدروكسي سيترونيلال بنسب عالية برضو. عشان كده بيقولوا عليها مونوليثيك أو أحادية الكتلة. العطر كله متشال على كام عمود أساسي قوي واضح. ودخلنا للاتجاهات الأحدث بقى، اللي هو استمرار فكرة الأحادية الكتلة دي وتطورها. بالظبط كده، الأسلوب ده انتشر أكتر وأكتر. عطور زي تريزور مثلا مثال واضح، بتعتمد بنسب ممكن توصل ل 70 أو 80% من التركيبة كلها على عدد محدود جدا من المواد الصناعية اللي بتدوم طويل. زي إيه المواد دي في تريزور؟ زي الهيديون برضو، والآيزو إي سوبر اللي ريحته خشبية ناعمة ومغلفة، والجالاكسو خائد كمسك، والميثايل أيونان اللي بيدي اللمسة البودري بنفسجية. والنتيجة بتبقى إيه؟ عطور ثابتة جدا. أيوة، النتيجة بتكون عطور ريحتها شبه ما بتتغيرش من أول ما تترش لآخر اليوم، قوية، غالبا بتميل للحلاوة، وتأثيرها فوري ومباشر. وده يمكن بيلبي رغبة ناس كتير دلوقتي في العطور اللي بتدي انطباع قوي وسريع. مفهوم. هي بتعتمد على قوة وتناغم عدد قليل من المواد الأساسية دي اللي بتشيل العطر كله. مظبوط. رحلتنا دي كانت ممتعة قوي، كشفت لنا إزاي عالم تركيب العطور ده اتطور من التركيبات الكلاسيكية المعقدة اللي ليها طبقات ونوتات بتتغير، للأساليب الحديثة اللي ممكن تبان أبسط في هيكلها لكنها قوية ومباشرة. وشفنا إزاي العلم والفن بيتداخلوا في الصناعة دي، ورا كل إزازة عطر فعلا في قصة من المكونات والتناغمات والإبداع. صحيح. التحليل بيدينا الخريطة زي ما قلنا، بيورينا الطريق، لكن في الآخر إبداع العطار نفسه ولمسته الفنية وخبرته هم اللي بيصنعوا السحر الحقيقي للعطر. وده يمكن يخلينا نفكر في سؤال أخير كده. إيه هو؟ مع كل التطور ده في التركيبات والمواد الجديدة اللي بتظهر كل شوية، تفتكري إيه اللي بيحدد فعلا روح العطر الكلاسيكي؟ هل هي تركيبته الأصلية بحذافيرها اللي ممكن أصلا تكون بتتغير وتتعدل غصبا عننا مع الوقت أو بسبب تغير القوانين أو عدم توفر خامات؟ ولا هي شخصيته اللي عرفناها بيه، ريحته المميزة اللي فضلت في ذاكرة الناس حتى لو حصل عليها تعديلات؟ سؤال محتاج تفكير.